ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخال الطعام على الطعام. نهى عن ادخال الطعام يعني منع. كلت خلاص الحمد لله ما تاكلش حاجه تاني. احنا عندنا العالم العربي كله بعد ما تاكل يقول لك تعالى نحلي. تعالى نحلي دي مشكله من المشاكل الكبيره جدا. ادخال اي حلو على الاكل، يعني ادخال سكريات على الاكل، يبدا السكريات تتخمر وتتعفن وتخلي الهضم بدل ما يستمر في 3 ساعات ياخد في 6 ساعات. ولذلك كان طعام اهل الجنه. ايه طعام اهل الجنه؟ ايه؟ قال وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الامر هنا في منتهى الاهميه، انك انت عايز تاكل فاكهه او حلو كل قبل الاكل بساعتين. عايز تحلي كل بعد الاكل بساعتين. لانه سيدنا رسول الله نهى. وعلى فكره الكلام ده لما تيجي تشوفه من الناحيه العلميه تلقاه سبحان الله يتمشى مع اسس التغذيه الحديثه، ووضحها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا رسول الله ما كانش بيقول حاجه بالكلام وما يطبقهاش على نفسه، لا. مش زي المصلحين دلوقتي. المصلحين دلوقتي يقول لك يجب 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 يجب، بس يجب عنده هو ما تنفعش. سيدنا رسول الله بيقول انا لا امركم بشيء انا بنجوى عنه. لا، انا مش استثناء. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يقوله على طول تلقى التطبيق العملي عند الامور كلها نظريا وعمليا عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى عن ادخال الطعام على الطعام. ودي مشكله كبيره جدا موجوده في العالم العربي، وهي دي اللي بتؤدي الى كل مشاكل المعده ومشاكل القولون. كلت الحمد لله ما تحليش ابدا. عايز تحلي كل قبل الاكل بساعتين. حلي كل فاكهه كل حلويات قبل الاكل بساعتين او بعد الاكل بساعتين، وهكذا